حبايب قلبي في الليل. النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل عشان ما اطولش عليكم الكشري في الحله الواحده. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا كنت ناقعه الحمص ساعتين او 3 بكتير قوي اهو يا حبايبي، ورحت جايبه حله وميه نظيفه ورحت حاطاه فيها وحطها على النار وهنزل عليه بقوطه. ماشي يا حبايب قلبي اهي، ادي قوطايه، وهنزل ببصل مقطعاه، ماشي يا حبايب قلبي، وهنزل بمعلقه توم، ادي معلقه التوم اهي، ماشي يا حبايب قلبي. معلش انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، فعشان كده انا ابتديت بسرعه. اول حاجه هقولها لكم تاني، انا نقعت الحمص دوت من 2 ل3 ساعات في ميه، وفضلت اغير الميه بتاعته، وبعدين رحت جايبه ميه نظيفه خالص في الحله وحطاها وحط عليها الحمص، وادي حطيت معاها القوطيتين وحطيت البصلتين وحطيت معلقه الثوم. ماشي يا حبايب قلبي، انا وريتها لكم قبل كده طريقه الحمص، وهنقلبها كده تقليبه اهو، وهنسيبه دلوقتي خالص. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بقى نكمل بقيه الكشري في الحله الواحده. تعالوا يا حبايب قلبي، اول حاجه هنبتديها مع بعض في الزيت هو البصل اهو في نفس الحله الواحده. هوريكم هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تحطيش كتير عشان يقرمش معاكي. ماشي، اول ما يبتدي يتحمر هوريهولكوا يا حبايبي، خليكم معايا اهو يا حبايب قلبي. شايفين مطلعاه دهب ازاي؟ ما تقلقوش، كل ده وهنفرده على منديل اهو. ماشي يا حبايبي، كل ده هيغمق تاني، ما تقلقوش، طلعوه دهبي فاتح شويه كده اهو. ادي يا حبايبي البصل اهو. بصوا التاني اللي انا طلعته، بصوا شايفين اغمق ازاي؟ انتوا طلعوه كده زي ما انا وريتهولكوا دهبي كده، وهو هيغمق ما تقلقوش. كل ما يمتص الزيت في المنديل كل ما يغمق اكتر. ثواني كده وهنطلعه. كده بقى يا حبايب قلبي اهو، شايفين اهو، هنطلعه بقى كده. شايفينه دهبي ازاي؟ انا مش عارفه في الكاميرا هيبقى ظاهر ولا لا. بالله عليكم ما تنسوا، بالله عليكم تدعوا لي يا حبايبي، واللايك والشير وسبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم يا حبايب قلبي. طب انا هطلع يا حبايبي، خليكم معايا. كده طلعنا البصله يا حبايب قلبي، وهننزل بقى بالعيش الابيض بتاعنا زي ده كشري اهو، زي ما هو. انا قطعته بس حتت زي ما انتم ما شايفين كده، ولا حطيت له اي دقيق ولا اي حاجه خالص اهو. ماشي، مطرح البصله بيبقى طعمه فظيع. يا رب بس ادعوا لي يا حبايب قلبي، وبالله عليكم محتاجه تدعوا لوالدي ولوالدتي ولجوزي، لاني سبحان الله ال3 عيانين سبحان الله، فبالله عليكم دعواتكم ليهم.
ربنا يشفيهم ويزيح عنهم يا رب. والدي عامل عملية وجوزي عامل عملية، والدتي تعبانة جدا، ربنا يشفيهم كلهم يا رب. فبالله عليكم ما تنسوا تدعونا وتدعمونا يا حبايبي. ماشي يا حبايب قلبي، فرحوا بقى ايه، فرحوهم كده بالكومنتات بتاعتكم الجميلة دي. ماشي يا حبايب قلبي، كده انا هبتدي اطلع اهو العيش. بصوا اللي هو الحمص ده اهو، برضو زي البصلة بالظبط، هحطه كده جنب البصلة على جنب. ماشي، وهنزل عليهم برشة ملح بسيطة قوي، وملح وكمون بس كده. ماشي يا حبايبي، هطلع بقى انا كده، خليكم هاي. طبعا بقى بعد ما ايه ما شلنا البصلة وشلنا العيش، هنزل بالشعرية يا حبايب قلبي. ماشي ايه، على نفس الزيت. ماشي، طبعا هنا انا كنت غاسله، انا عامله كوبايه رز، طبعا انا غسلتها هي وصفيتها وسبتها. ماشي يا حبايبي، اول ما تحمر هننزل عليها بالرز. المحمر دوت ده بصل مش كده. الشعريه اتحمرت، هنزل بقى بالرز يا حبايبي. خليكم معايا بس ثواني عشان انا ماسكه التليفون بايدي. كده يا حبايب قلبي انا نزلت بالرز، هنفضل ايه نغمره كده في الزيت مع الشعريه. كوبايه رز ونص كوبايه شعريه. ماشي يا حبايبي اهو. كده اول ما تلاقوه بيلمع كده يبقى كده تمام قوي. ماشي يا حبايب قلبي، هنزل بقى بالايه بالعدس. كده بقى يا حبايب قلبي اهو، هنزل بالعدس بتاعنا، انا جبته وغسلته. ماشي يا حبايب قلبي، جبته وغسلته ونقعته، قصدي اسفه، جبته وغسلته ونقيته. ماشي كده يا حبايب قلبي، حطينا الشعريه بعد ما عملنا البصله والعيش، عملنا الشعريه وبعد كده حطينا الرز وبعد كده حطينا العدس بتاعنا، وهنزل بالمكرونه يا حبايب قلبي. ماشي اهي اهو. ما تقلقوش كله هيستوي ان شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي، هنزل بقى بالايه بالملح والكمون. خليكم معايا كده ثواني. كده بقى يا حبايب قلبي هنزل بالملح بتاعنا اهو. ماشي، وهنزل بمعلقه كمون. ماشي يا حبايبي، كده بقى هنقلب وهنزل عليهم بالميه بتاعتنا. اصل انا ماسكه التليفون بايد وبقلب بالايد التانية، معلش عشان الستاند بتاعي باظ. كده بقى يا حبايب قلبي هنزل بالميه بتاعتنا. بس ماشي، هنسيبها بقى. اول ما هتتشرب هننقلها طبعا زي ما بنعمل ايه مع الرز، متقلقوش كل واحد اهو. ماشي يا حبايب قلبي، ما يخلص بقى هوريهولكوا. يلا نعمل الصلصه مع بعض يا حبايبي.
بقى يا حبايب قلبي حطيت الزيت في الحله اهوت عشان نعمل الصلصه بتاعتنا بتاعت الكشري. ماشي يا حبايب قلبي، وهنزل عليها بمعلقه تومه اهي يا حبايبي المعلقه. اول ما تصفر هنزل عليها بنقطه خل صغيره كده يا حبايب قلبي. هي ابتدت تصفر. الخل ده اختياري براحتك، عايزه تحطيه حطيه، انا عن نفسي بحبه يا حبايبي اهو. وهنزل بقى بالصلصه بتاعتنا. وهنزل بالملح والكمون وشعرة فلفل. ادي الملح يا حبايب قلبي ماشي، وادي شعرة الفلفل الصغيرة والكمون اهو يا حبايبي. وهنزل بشعرة سكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نعمل الدقة بتاعتنا. بعد ما خلصنا الصلصة على النار جبت معلقة من الثوم اهو وهنزل بمعلقة فلفل الوان وفيهم فلفل حراق اهو ماشي يا حبايب قلبي. وهنزل بكمون وبملح، وادي الملح اهو ماشي. وهنحط معلقه خل برضو شويه يعني بتاع حبه كده اهو. نقلبهم بقى كلهم في بعض عشان منزله الفلفل من الفريزر ده اهو ماشي يا حبايب قلبي. وهجيب بقى كبشتين من الميه بتاعه الحمص. المعلومه دي بتاعت والدتي، ربنا يديها الصحه والشفاء ويخليها يا رب. بس كده دي الدقه بتاعتنا يا حبايب قلبي، وبالف هنا وشفا بقى على قلبكم. واول ما الحاجه كلها تخلص كده هوريكم شكلها يا حبايب ماشي يا حبايبي. حبايب قلبي الكشري بتاعنا الجميل اهوت، شايفينه يا حبايب قلبي عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. جربوها والله بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، هتعجبكم جدا جدا وبسيطه وسهله وما بتاخدش غلبه. وكمان انا هقول لكم على حاجه انا عملتها. انا سلقت حبه مكرونه اسباجيتي في حله لوحدها عشان ما رضيتش احطها مع بقيه الكشري، عشان خاطر انا عملتها نصين بس. لو انت هتعمليها مع الكشري هتقطعيها على 4 عشان تستوي مع بقيه الكشري ماشي يا حبايب قلبي. جربوها وما تنسوش بالله عليكم تدعموني وتدعولي واللايك والشير وسبسكرايب، والطريقه تكون سهله وبسيطه وتكون عجبتكم. وادي العيش بتاعنا الجميل الحلو، وادي الصلصه بتاعتنا اللي انا عملتها قدامكم، وادي الدقه يا حبايب قلبي. وما كنتش طولت عليكم الفيديو ويكون الطريقه سهله يا حبايبي. وما تنسوش بقى اللايك والشير يا حبايب قلبي، نفسي كده قناتي تكبر بيكم يا حبايبي ماشي يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.